بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تزال البشرية منذ نشأتها تبحث عن الطريقة الأمثل في نظم سياسة الناس والاهتداء إلى خير السبل لإدارة شؤونها وتحقيق مصالحها، وليس أمثل طريقة من تقليب الرأي وبسط الشورى لتحقيق النفع، فإن للقبول والرضا شأن عظيم لطرد الفرقة ونبذ الخلاف واستجلاب التوافق وسداد الرأي. فما يغيب عن ذهنك قد تراه في ذهن غيرك، وهكذا فكلما تنوعت الآراء استنار المرء بما استغشى عليه وأبصر في الظلمة وعلم ما كان يجهل. وإن المرء ضعيف برأيه خطاء، قوي بغلبة الرأي أقرب للصواب، ولذلك كان الجمع خير وبركة، والفرقة والاختلاف شر وعذاب. وإن الرأي ليس فيه عصمة لأحد إلا إذا حسنت النوايا وابتعدت عن الهوى وكان الهدف صالح الناس، فإن الله يوفقه. وإن التزام الرأي بعد المشورة يمنع التلاوم وتحميل المسؤولية للفرد، فإن لم يكن الصواب عادوا جميعا إلى ما هو أصلح وأسلم وأقرب للتقوى. وقد حثنا الله عز وجل على التشاور، حيث قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقد سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم الشورى تعظيما لهذه الشعيرة وتعزيزا للاتفاق ونبذا للخلاف. أما بعد، السيدات والسادة، إن سوريا اليوم تكتب تاريخا جديدا يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، لنصنع معا فصلا جديدا من فصول بناء سوريا الحديثة. إننا جميعا اليوم أمام مسؤولية عظيمة، فما خلفته سنون الاستبداد والحرب والدمار في الإنسان والعمران والاقتصاد يتطلب منا أن نغلب مصلحة الوطن، وأن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نجعل من خدمة الشعب هدفا لكل سياسة، وبناء الدولة معيارا لكل قرار. فبعد تحرير وطننا واستعادة حريتنا ننتقل جميعا إلى ترسيخ الدولة وبناء مؤسساتها على أسس المسؤولية والكفاءة، دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة. وأن إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس الشعب بما يقدمه من تشريعات تواكب مرحلة البناء وتلبي تطلعات السوريين وتدعم مسيرة التنمية والازدهار. إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة. أسأل الله أن يوفقكم في أداء مسؤولياتكم، وأن يحفظ سوريا وشعبها، وأن يجعل هذا المجلس منبراً للحكمة وسنداً للدولة وصوتاً للشعب، وأن يوفقنا جميعاً لبناء سوريا المزدهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.